تعالوا نتكلم عن العظمه اللي اسمها في كل اسبوع يوم جمعه. ولان هو كان 10 حلقات بس ما واجهناش ولا وهله لاي بصيص من المط، وحركه ذكيه قوي ان كانوا كل يوم جمعه بينزلوا حلقه. حجم الجهد اللي كان آسر ياسين حطه في هذه الشخصيه كان باين جدا في كل المشاهد. هو كان بيلعب شخصيه صعبه ومركبه، وهو واحد عنده توحد، وكان اول مره نشوف التوحد معمول بالطريقه دي. واللي ساعد قوي انه يعمل الدور بالتقنيه دي كان اللبس او الستايلينج. هو في الاخر واحد ابن ناس، بس هو شكله غير مهندم وتحسه كانه واحد من الناس اللي هي هومليس في الشارع. وعلى قد ما شكله مبهدل وشعره منكوش ودقنه مش محلوقه، مازال انت شايف الشخصيه نظيفه عشان هو في الاخر ابن ناس. اما شخصيه منة شلبي فهي معموله بتقنيه برضو عاليه قوي، وده سبب ان هي تكون اول مصريه مرشحه انها تاخد امي. المسلسل ده فعلا شدك من اول مشهد في المسلسل، انت قاعد كده مش فاهم ايه اللي بيحصل، مين ليلى، مين اللي مات، ايه اللي حصل، ماتت ليه، ودي في الاخر تنسب للعظيم محمد شاكر خضير، المخرج اللي قدم لنا حاجات جامده فشخ. اخرها كان تحت الوصايه في رمضان، واحييه على استخدام نفس الحاجه اللي استخدمها في تحت الوصايه، وهي الافون تتر او المشهد اللي قبل التتر اللي بيديك باك جراوند عن ايه اللي كان بيحصل، بدل ما نقعد نرغي في 10 15 حلقه تانيين عن ايه اللي وصلنا لده. احنا بس بكام كلمه كده بكام مشهد بنفهم حاجات كتيره قوي. والمسلسل في الاخر ليه مغزى واحده في قصته الاثنين. فلو هنتكلم على شخصيه ليلى اللي بتلعبها منة شلبي، فاهلها اصطنعوا موتها خوفا من الفضيحه، وهنقول خلاص دول ناس غالبا مش متعلمين. لكن لو هنتكلم عن الناس الثريه الغنيه المتعلمين، فابنهم المريض اللي عنده اوتيزم او توحد جاب لهم العار قدام الناس، فخدوه عزلوه خوفا من الفضيحه. خلاصه الكلام، مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه قد يكون اعظم مسلسل مصري اتعمل بدون مبالغه. في مشاهد دمويه زياده شويه عن المعتاد في مصر، بس كده كده ورث انك تتفرج عليه و10 من 10.